السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجالتنا حبايبنا ولادنا ثانوية عامة بكالوريا. أخباركم إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنشتغل مع بعض تطبيقات التشابه، وتطبيقات التشابه بالنسبة لي جزئين. الجزء الأولاني كده بيلعب على المساحات، اللي هو العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين. لو أنت يا باشمهندس ركز كده معايا، الرسمة دي كده إحنا عملناها مع بعض في الحصة. قلنا لو المضلعين متشابهين، لو المضلعين ايه؟ متشابهين، وده شرط من اللي احنا هنقوله. ايه اللي يحصل يا باشمهندس؟ قال لك النسبة بين المساحتين تساوي. النسبة بين الايه؟ المساحتين تساوي. تقول لي بتساوي ايه؟ قال لي بقول لك بتساوي مربع النسبة بين الضلعين. مربع النسبة بين ايه يا باشمهندس؟ الضلعين. يعني لو انت عندك مثلا مثلث، لو انا جيت قلت لك يا باشمهندس المثلث أ ب ج يشابه المثلث د ه و، وجيت قلت لك انا عايز النسبة بين مساحة المثلث ده ومساحة المثلث ده، تقول لي مساحة المثلث أ ب ج على مساحة المثلث د ه و تساوي. احنا اتفقنا مع بعض يا شباب ان النسبه بين المساحتين بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي مربع النسبه بين الضلعين. فانا لو خدت مثلا من هنا الضلع ا ب، يبقى طبيعي ان انا هاخد من هنا الضلع د ه. فلو قلت لك ا ب على د ه واسكت، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ قلنا النسبه بين المساحتين بتساوي، بص الكلمه دي بتساوي ايه؟ مربع النسبه بين الضلعين. تقول لي يبقى انا المفروض هربع دي. تقول لي طيب لو انا خدت الضلع ب ج مع الضلع ه واو، قال لي لو خدت ب ج مع ه واو برضه هتربع. طيب لو انا خدت الضلع يا باشمهندس ا ج مع د واو، تقول لي برضه هنربع. يبقى كده يا باشمهندس، النظريه دي بتقول ايه؟ تقول لك لو انت عندك مضلعين متشابهين، مضلعين ايه؟ متشابهين، وعايز النسبه بين مساحتهم، تجيب النسبه بين الضلعين. بس اربعها. بس اعمل ايه يا معلم؟ اربعها. طب احنا كنا مصر خدنا حاجه كده مهمه قوي 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 وركز فيها في اول حصه في التشابه. ايه هي؟ ان لو المضلعين متشابهين كنا بنقول يا باشمهندس النسبه بين الضلعين بتساوي بتساوي النسبه بين المحيطين. تمام يا باشمهندس؟ يعني ضلع يساوي محيط الى ايه؟ محيط. طيب انا دلوقتي لو انا عايز مساحات، قال لي مساحه لمساحه. ركز معايا كده، الرسمه دي هتوفر لك حاجات كتير قوي. الفنكشه دي قال لي هتوفر لي. قال لي بص يا باشمهندس، لو انت معاك ضلع وعايز مساحات، قال لي هعمل ايه؟ هنربع. لو انت عايز محيطين او معاك النسبه بين المحيطين وعايز مساحات، برضه هربع. حلو الكلام. لو انت بقى عايز تقلب اللعبه، قال لي اقلبها ازاي يا مستر؟ قال لي هقول لك لو انا معايا المساحات وعايز النسبه بين الضلعين، هتاخد الجذر، يعني هتجذر. لو معاك النسبه بين المساحتين وعايز النسبه بين المحيطين، قال لي برضه هعمل ايه؟ هجذر، هاخد الجذر. فانت كده النسبه بين الضلعين بتساوي ايه يا باشمهندس؟ بتساوي النسبه بين المحيطين. قال لي تمام. يبقى انت لو قلت لي مثلا النسبه بين الضلعين 2 ل 3، تقول لي يبقى النسبه بين المحيطين 2 ل 3. تقول لي طب انا لو عايز مساحه، قال لي معايا النسبه بين ده وده 2 ل 3، يبقى دي هتبقى 4 ل 9. طب النسبه بين المحيطين مثلا 3 ل 5، وانا عايز النسبه للمساحات، يبقى 9 ل 25. هربع ايه؟ النسبه. فانت كده يا باشمهندس فهمت الطريقه اللي انت ايه شغال عليها. كده يا باشمهندس هنروح مع بعض لايه؟ لاول مسائلنا كده، وسمي الله. بص يا باشمهندس وسمي الله تعالى. بيقول لك ايه؟ بيقول لك مضلعان متشابهان النسبه بين طولي ضلعين متناظرين كام لكام؟ 2 ل 3. النسبه بين الضلعين 2 ل 3. فان النسبه بين مساحتهم، هتاخد دي تعمل فيها ايه؟ الله ربحها. قال لي فهتبقى النسبه 4 لكام؟ ل 9. تقول لي يبقى انا لو هختار الاختيار ب. تمام؟ هو بيقول لك النسبه 2 ل 3 ولا 4 ل 9 ولا 8 ل 27 ولا 9 ل 4؟ لا طبعا النسبه هتبقى 4 ل 9. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اذا كانت النسبه بين محيطي مثلثين مشابهين كام لكام يا باشمهندس؟ قال لي 1 ل 4. فان النسبه بين مساحتي سطحيهما،
لو النسبه بين المحيطين 1 ل4 تقول لي ما هي نفسها النسبه بين الضلعين، اقول لك تمام. طب لو عايز مساحات قال لي ربع. طب 1 ل4 لو ربعتها تبقى 1 الى ايه 16، يبقى الاختيار بتاعها هيبقى ايه يا باشمهندس؟ هيبقى ده. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول اذا كانت النسبه بين مساحتي سطحي مضلعين مشابهين كام لكام يا باشمهندس؟ قال لي 16 ل 25. فان النسبه بين طولي ضلعين متناظرين. قال لي دي النسبه بين المساحتين وانا عايز النسبه بين الضلعين، اعمل ايه؟ قال لي هتاخد الجذر بتاع دي. فلو انت خدت الجذر بتاع دي يبقى المفروض النسبه بتاعتي تبقى 4 الى 5. تقول لي يبقى الاختيار بتاعي هيبقى ايه يا وحش؟ هيبقى ب. تمام؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك إذا كان المثلث أ ب ج يشابه المثلث س ص ع وكان 3 أ ب بيساوي 3 أ ب بيساوي 2 س ص. تمام. فإن مساحة المثلث أ ب ج إلى مساحة المثلث س ص ع. طب حاضر. لو أنا كتبت الجملة دي بالمنظر ده، مساحة المثلث أ ب ج إلى يعني على، تقول لي على مساحة المثلث س ص ع. لازمك إيه عشان تجيب النسبة بين المساحتين؟ قال لي لازمني نسبة بين ضلعين. قلت له حلو الكلام. فأنا دلوقتي لو أنا خدت أ ب على س ص ده على ده يبقى أ ب على س ص. قالوا لنا في اعدادي لو رحنا ما ترجعش البلاد فاضيه، فهتبقى النسبه بتاعتي 2 لايه؟ ل 3. كده اصبح معاك النسبه بين الضلعين كام لكام يا وحش؟ 2 ل 3. تقول لي لما اجيب النسبه بين المساحتين يبقى انا هربع دي 2 على 3 احط عليها ايه؟ تربيع، فهتبقى النسبه 4 الى كام؟ الى 9. تقول لي 4 الى 9 يعني الاختيار ايه؟ الاختيار الف. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول اذا كان المثلث ا ب ج يشابه المثلث د ه واو، ومساحه المثلث ا ب ج بيساوي 9 امثال مساحه المثلث د ه واو. طب استنى كده يا باشمهندس قبل ما تكمل السؤال، الجمله دي ممكن تتكتب بالمنظر ده: مساحه المثلث ا ب ج على مساحه المثلث د ه واو. لما اقول لك ده 9 امثال ده يعني هدي كم مره؟ تقول لي 9 مرات. فانا اقدر اقول لك ده على ده يساوي كام؟ يساوي 9. اقول لك تمام. لو انت عايز نسبه بين ضلعين، يعني مثلا لو انا خدت ا ب على د ه وقلت لك هات لي النسبه بين الضلعين، تقول لي التسعه دي تحتها 1. فانا لو معايا مساحات وعايز النسبه بين الضلعين هاخد الجذر يبقى 3 على 1. صح؟ اه. طب هو جه بيقول لك ايه؟ ده ه بقى ب 5 سم، انا عايز ا ب. تقول لي استنى يا مستر، ما انا لو معايا النسبه بين الضلعين بالمنظر ده واداني ا ب او ده ه هعرف اجيب الضلع الثاني، فهو اداني ده ه بكام؟ ب5. تقول لي يبقى ا ب على 5 بيساوي 3 على 1. فانا لما اجي اقول لك انا عايز ا ب تقول لي هعمل مقص ده في ده على ده يطلع 15 ايه سم. تقول لي يبقى الاختيار بتاعي يا وحش، الاختيار بتاعي ج. صح ولا ايه؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول اذا كانت النسبه بين مساحتي مضلعين مشابهين كام لكام؟ قال لي 16 ل 25. فان النسبه بين ايه؟ محيطيهما. دي نسبه بس بين مساحتين، وهو عايز النسبه بين المحيطين. تقول لي يبقى انا هعمل ايه في دي؟ قال لي هاخد الجذر. يبقى المفروض الجذر بتاعها 4 الى 5 او 4 على 5. صح كده ولا ايه؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول إذا كانت النسبة بين محيطي مثلثين مشابهين 2 ل 3 ومساحة سطح المثلث الأصغر 28 سم مربع، فإن مساحة سطح المثلث الآخر بكام؟ تقول له طب استنى، لو أنا هشتغلها مساحة الأول إلى مساحة الثاني، وأنا في شغلي هعرف أحدد مين الكبير والصغير. انت قلت لي النسبه بين المحيطين كام لكام؟ 2 ل 3. قال لي تمام. لو انا عايز استفيد من دي في المساحات، تقول لي في المساحات هربع النسبه دي تبقى 4 الى 9. لو انا سالتك مين الصغير هنا تقول لي الاول. فانا بقول لك ايه؟ مساحه سطح المثلث الاصغر كام؟ 28. يبقى هاجي تحت الصغير واكتب 28 واقول لك انا عايز دي. تقول لي انا عايز مساحه ده. تقول لي فانا هعمل كده مساحه
التاني او الاكبر او الاخر، قولها زي ما تقولها. تقول لي هعمل هنا ايه يا وحش؟ مقص. يبقى 28 في 9 على 4 تطلع دي معايا 63. تقول لي يبقى مساحة التاني 63 سنتيمتر ايه؟ مربع. صعبة اللعبة؟ جميلة. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ مضلعان متشابهان النسبة بين طولي ضلعين متناظرين كم لكام؟ 3 ل 4. فإذا كان محيط الأصغر 15 فإن محيط الأكبر. تقول لي طب حاضر، أنا هكتب محيط الأصغر أو الأول إلى محيط التاني. يا عم الحاج عشان ما لخبطش نفسي هكتب الأول لإيه؟ للتاني. قال لك النسبة بين الضلعين 3 على 4. يجي واحد بقى إيه؟ تقفي معاه يقول لك هربع دي، أقول له لا حاسب. النسبة بين الضلعين هي نفسها النسبة بين المحيطين، يبقى أنا لما بكتب النسبة بين المحيطين هي نفسها دي يعني 3 ل 4. تقول لي فجه بيقول لك إيه؟ محيط الصغير ب 15. مين الصغير؟ قال لي الأولاني يبقى 15. عايز محيط التاني، أقول له حاضر، أو عامل كده وأقول له محيط التاني أو محيط الأكبر، قولها زي ما تقولها. فأنا هعمل إيه يا وحش هنا؟ هعمل مقص. فأنت ساعتها تقول لي يبقى 15 في 4 على 3. تقول لي دي ب 20 سنتيمتر. حلو الكلام؟ يبقى الاختيار بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى جي. صعب الموضوع؟ لا جميل. طيب ركز معايا يا باشمهندس. النسبة بين مساحتي شكلين سداسيين منتظمين طول ضلع احدهما 3 ومحيط الثاني 24 هي ايه؟ انا عايز النسبة مديلك شكلين سداسيين الاول اديتك ضلع. طيب بص يا معلم، هتقول لي ضلع الأول إلى ضلع التاني. ضلع الأول معايا بكام؟ ب3 أهو يا معلم. محيط التاني تقول لي استنى، طب أنا أجيب لك محيط السداسي ده إزاي؟ قال لي يا باشمهندس طالما قال لك منتظم بيبقى عامل زي المربع. عامل زي إيه؟ مربع. لو أنت عايز محيط المربع طوله الضلع في 4 ده بقى سداسي، يبقى محيط السداسي طول الضلع في 6 اللي هو عدد ايه؟ الاضلاع. فانا لو عايز اجيب طول الضلع السداسي هقسم ال 24 دي على 6. فال 24 على 6 تطلع لك 4. كده النسبه بين الضلعين. طب هو طالب ايه بقى؟ بيقول لك النسبه بين مساحتي السداسيين المنتظمين. تقول لي يبقى انا لو عايز مساحه الاول الى مساحه الثاني، انا معايا مصر النسبه بين الضلعين كام لكام؟ قال لي 3 ل 4. فانا هربع دي يبقى 9 الى ايه؟ 16. يبقى الاختيار بتاعي يا وحش اهي. تمام كده؟ يبقى انت تعود محيط السداسي المنتظم طوله الضلع في 6، محيط خماسي منتظم طوله الضلع في 5، زي المربع بالظبط يا شباب، بس اللي بيختلف معاك عدد ايه؟ الاضلاع. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ مثلثان متشابهان النسبه بين محيطيهما كام لكام؟ قال لي 3 ل 2. تمام يا وحش. قال لي بيقول ومجموع مساحتيهما 130 فإن الفرق بين مساحتهم كام؟ تقول له طب استنى، أنا معيش مساحتهم عشان أجيب الفرق بين مساحتهم. لو أنا رحت كاتب لك يا وحش مساحة الأول إلى مساحة التاني، ركز معايا كده يا باشمهندس. النسبة بين الضلعين أو المحيطين اديها لك كام لكام؟ 3 ل 2. ما هي النسبة بين المحيطين هي نفسها النسبة بين الضلعين. لما اجي احطها بقى مساحات هربع دي تبقى 9 ل 4. طب هنا قال لك ايه؟ مجموع مساحتين. تقول لي استنى، لو انا رحت عامل كده الى المجموع ورحت جمع النسبتين دول هتبقى 13. حلو. هاجي تحت المجموع واحط 130. تعرف تطلع مساحة الاول ومساحة التاني؟ اقول له طبعا. هقول لك مساحة الأول يساوي 9 في 130 على 13. تقوم عامل كده 9 في 130 على 13 دي هتطلع 90 سنتيمتر مربع. تمام يا وحش، ركز كده معايا. طب عايز مساحة التاني. مساحة ايه؟ التاني. تقول لي هعمل نفس الكلام كده يا مستر. هقول لك ايه؟ هعمل ده في ده على ده 4 في 130 على 13 فدي هتطلع 40 سنتيمتر مربع. دلوقتي تعرف تجيب الفرق بين مساحتهم ولا لا؟ طبعا مساحة ده ومساحة ده، فأنا معايا الاثنين لو طرحت ده ناقص ده يطلع 50 سنتيمتر مربع. فاهي
يبقى كده الفرق بين مساحتهم كام؟ 50 سنتيمتر مربع. يعني هو كان عايزك يا باشمهندس تجيب مساحه كل واحد فيهم بس بطريق غير ايه؟ مباشر. ماشي؟ السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ النسبه بين محيطي مثلثين متشابهين كام لكام؟ 4 ل7، والفرق بين مساحتهم 99 سنتيمتر مربع، فإن مساحة سطح الأصغر، مساحة الأصغر، تقول لي طب حاضر، لو أنا كتبت لك مساحة الأول إلى مساحة التاني، بص بقى معايا يا وحش، النسبة بين إيه؟ محيطي المثلثين كام لكام؟ 4 ل7. لو أنا عايز أتعامل بالمساحات اللي لازم تربع دي، يبقى هنا 16 وهنا 49. هو ادالك الفرق بين مساحتهم، تقول لي يبقى أنا هزود خانة أكتب فيها الفرق. الفرق بين ال 49 و 16 تبقى 33. حاجة تحتها يا باشمهندس أحط الفرق اللي هو 99. كده انت سعادتك هتعرف تطلع مساحه الصغير مساحه الكبير اللي انت عايزه فيهم. فهو جه بيقول لك ايه؟ فان مساحه الاصغر كام؟ تقول لي لو انت قلت لي مساحه الاصغر يا باشمهندس هقول لك مساحه الاصغر تساوي الاصغر طبعا نسبته 16، ده في ده على ده، يبقى 16 في 99 على 33 هتطلع 48 سنتيمتر مربع. 48 سنتيمتر مربع هتبقى الإجابة 1000. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. ركز معايا يا باشمهندس. بيقول لك دائرتان النسبة بين طولي نصفي قطرهما 3 ل 5، فإذا كانت مساحة الدائرة الصغرى 27 فإن مساحة الدائرة، بص يا شباب، اللي بينطبق على المضلع هينطبق هنا على الدايره. يعني لو انا معايا دايرتين، اي دايرتين المفروض متشابهين، تقول لي اه، تقول لك فانا دلوقتي لما اجي اقول لك النسبه بين طولي نصفي قطريهما 3 ل 5، تقول لي يبقى انا اقدر اقول مساحه الاولى الى مساحه الثانيه. هقول لك النسبه بين انصاف اقطارهم 3 ل 5، تقول لي يبقى دي 9 ودي 25. بيقول لك مساحة الصغيرة 27، هنيجي تحت الصغيرة ونحط 27. عايز مساحة دي، أقول له يبقى مساحة التانية أو الكبيرة بتساوي 27 يا وحش في 25 على 9، تطلع 75 سنتيمتر مربع. ليه يا معلم؟ ما هو أنا لو قلت مساحة الأولى بص على مساحة التانية، هو قانون بتاع مساحة الدايرة عبارة عن ايه؟ نق باي نق تربيع، صح؟ فأنت كنت هتعمل باي، هنسمي ده نق 1 وعليه تربيع، وهنا باي ونق 2 وعليه تربيع، فأنت هتطرد ده مع ده، يعني النسبة بين مساحة الأولى والثانية هي مربع النسبة بين أنصاف الأقطار، وخد بالك هي نفسها مربع النسبة بين الأقطار، فمش هتفرق. يعني حتى لو ادالك القطر يا وحش تقول لي تمام، يبقى كده الاختيار بتاعي المفروض يا شباب يبقى ايه؟ يبقى ج. تمام؟ تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ مربعان النسبة بين طولي قطرهما 5 ل 3، مساحة المربع الأصغر 36، يبقى مساحة المربع الأكبر نفس الكلام، هو قطر المربع بس لو أنت رسمت المربع أهو، لو أنت رحت واخد ده وادي المربع التاني أهي، أدي القطر بتاعه، ما هو النسبة بين ده وده هي نفسها النسبة بين ده وده، بين الأقطار يا معلم، في المربعين النسبة بين الضلعين هي نفسها النسبة بين القطرين. ليه؟ لو ده فرضناه لام واحد، لام واحد يعني طول ضلعه، لو فرضنا ده قال لك لام واحد بيبقى جنبها جذر 2، طب ده لام 2 قال لي يبقى ده لام 2 جذر 2، فانت لو خدت ده مع ده هتطير جذر 2 مع جذر 2 فتطلع لام واحد على لام 2 اللي هي نفسها النسبة بين الضلعين. فانا هاجي بقى اشتغل عادي جدا، اقول له ايه؟ مساحة الاول الى مساحة الثاني تساوي، ركز يابا، هو قال لك النسبة بين اختارهم كام لكام؟ 5 ل 3، قال لي يبقى هنا 25 وهنا 9. قال لك مساحة الصغير ب 36، الله عايز مساحة الكبير، حاضر. مساحة الصغير ب 36 هاجي تحت الصغير اللي هي 9 واحط 36 واعمل هنا ايه؟ مقص، اقول له يبقى مساحة الأكبر أو الأول، قول زي ما تقول يبقى 25 في 36 على 9، دي هتطلع معاك ب 100 سنتيمتر مربع، تقول لي يبقى الإجابة بتاعتها هتبقى إيه؟ د. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. ركز معايا يا باشمهندس.
السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اذا كان المثلث ا ب ج يشابه المثلث س ص ع، تمام؟ فايه وكان ا ب بيساوي 4 س ص. طيب ا ب بيساوي 4 س ص، يعني ا ب على س ص ده قد ده 4 مرات، يبقى النسبه 4 على 1. طيب لما اجي اقول لك مساحه، بص يا معلم، مساحه المثلث س ص ع على مساحه المثلث ا ب ج، هو انا كده يعتبر قلبت النسبه صح؟ لان كده بدات بالمثلث الصغير. النسبه بين ا ب على س ص 4 لواحد. طب انا لو قلبتها وقلت لك س ص على ا ب، تقول لي لو دي 4 لواحد يبقى دي 1 على 4. لكن لما اجي اجيب النسبه بين المساحات اللي هربع دي بنفس ترتيبها تبقى 1 على 16. يبقى النسبه بتاعتي المفروض تكون الاجابه ب. ركز يا وحش. تمام؟ تمام. حلو. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ خش بقى شويه مسائل. بيقول في الشكل المقابل س ص يوازي ب ج وس منتصف ا ب، فاذا كانت مساحه المثلث ا س ص، ا س ص اللي هو المثلث الصغير ده يا شباب، مدوني 16 سم مربع، انا عايز مساحه المثلث ا ب ج الكبير كله. طيب احنا متفقين مع بعض ان احنا شغالين على مضلعين مشابهين، فانت سعادتك المفروض اي نسبه بين المساحات لازم تكون مطمن ومتاكد ان الشكلين اللي انت هتجيب النسبه بين مساحتهم لازم يكونوا مشابهين. فانا معايا س ص يوازي ب ج. بص يا باشمهندس، لو انا عندي س ص يوازي ب ج يبقى طبيعي المثلث ا س ص ا س ص يشابه المثلث ا ب ج، وده اتكلمنا مع بعض فيه. اقول له تمام. طب انا لو حبيت يا مستر اجيب النسبه بين مساحتهم، مساحه المثلث ا س ص على مساحه المثلث ا ب ج، استنى، هيجي واحد يقول لك انا معيش اضلاع، اقول له لا معاك بس انت ما خدتش بالك. ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك حاجه. بص يا باشمهندس معايا، دي قد دي، يبقى انا لو كتبت على دي س والحته دي س، لو انا قلت لك ا س على ا ب، بص هاخد ايه؟ ا س على ا ب. تقول لي طيب ا س على ا ب نسبه بين ضلعين، ده ب س ده ب 2 س، فالسين هتطير مع س يبقى 1 ل 2. تمام. لما اجي اكتبها هنا كده انا ثبت لك النسبه بين الضلع ده والضلع ا ب كله 1 ل 2، يبقى النسبه بين المساحات 1 ل 4، لان انا بعمل ايه؟ بربع النسبه بين الضلعين، ما باخدهاش زي ما هي. تمام. تقول لي تعالى يا باشمهندس نروح مع بعض. انا بقى اديتك مساحه المثلث ا س ص ب 16، فهشيل دي واحط بدلها 16. تعرف تجيب مساحه المثلث ا ب ج؟ طبعا يا مصر، مساحه المثلث ا ب ج ده في ده على ده يبقى 16 في 4 على 1، هتطلع المساحه معايا 64 سم مربع، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى د. تمام. هنروح بقى يا شباب للمسألة اللي بعدها، راسم لك الشكل ده. بيقول لك في الشكل المقابل إذا كانت مساحة المثلث ا ب ج ا ب ج الكبير ده كله 45 سم مربع، فإن مساحة المثلث ا س ص بكام؟ طيب أول حاجة ما تقوليش إن ده يوازي ده، ما حدش قال لك. طيب أنا عايز كمان أتأكد إن المثلثين متشابهين عشان أعرف أجيب نسبة مساحات. قلت لك في حاله زي دي لو انت ركزت يا باشمهندس بتبقى زاويه ا زاويه ايه؟ قال لي زاويه مشتركه. حلو. معاك غيرها؟ قال لي لا، يعني ما تجيش تقول لي س بتساوي ب ولا ص بتساوي ج ولا الكلام ده. اقول لك في الحاله دي يا باشمهندس كنا بنقص المثلثين، المثلث الصغير لوحده والكبير لوحده. ركز معايا كده، الصغير اسمه ا س ص، ونكتب على ا س كاتب لي عليها 3 وأ ص 2، وده المثلث ا ب ج يا باشمهندس ا ب ج. طب ا ب قدامك ب6 صح، وأ ج كله ب9. حلو الكلام. وانا معايا زاويه اسمها زاويه ا زاويه مشتركه، يعني موجوده هنا وهنا. تمام. دي حاله التشابه انهي بتاعت ايه؟ ضلعين متناسبين والزاويه المحصوره متساويه. فانا لازم لو انت عايز تثبت التشابه يا باشمهندس الضلعين دول لازم يكونوا متناسبين مع دول. فانا باخدها ازاي؟ باخد الصغير من هنا اللي هو ا ص مع الصغير من هنا اللي هو ا ب. تقول لي طب دي ب2 ودي ب6، فالنسبه بينهم تلت، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. طب هاخد الكبير اللي هو ا س على ا ج. تقول لي تمام، هيبقى
3 على 9 تقول لي يبقى تلت. يعني لو انت عايز تثبت التشابه انا ثبته لك، الضلعين دول متناسبين مع دول والزاويه المحصوره ايه؟ متساويه. حلو كده اهو، وزاويه الف مشتركه اهو. انت بقى عايز ترتب المثلثين كمان اعلمك. الف ص على الف ب بتساوي الف س على الف ج. قلنا لو الحرف مكرر هنا ومكرر هنا بنلغيه، نلغي ده مع ده او ده مع ده ونضم اللي فوق ونضم اللي تحت، يبقى المثلث الف ص س يشابه المثلث الف ب ج. صح كده يا باشمهندس؟ طالما بقى المثلثين مشابهين اعرف استغل النظريه اللي معايا، اقول له مساحه المثلث الف ص س على مساحه المثلث الف ب ج تساوي معاك النسبه بين الضلعين يا وحش. ما انا جبتها اصلا وانا بثبت التشابه. النسبه بين الضلعين 1 لكام؟ ل3. تقول لي طالما النسبه بين الضلعين 1 ل3 يبقى النسبه بين المساحتين 1 على 9. طيب معاك حد فيهم؟ قال لي انا معايا الكبير فيهم. مساحه المثلث ا ب ج اهو يا وحش ب 45. تقول لي لو انا حطيت دي 45 اقدر اجيب لك مساحه المثلث ا ص س اللي هو طالبها. تقول لي ده في ده على ده، تقول لي هيطلع بكام؟ ب5 سنتيمتر مربع. حلو. تقول لي يبقى في الاجابه هتبقى الاجابه بتاعتي اللي هي ايه؟ ج. بس كده، موضوع سهل يا باشمهندس. طيب ركز معايا يا باشمهندس. بص يا باشمهندس بقى المساله دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الشكل المقابل ا ب ج ده المثلث ده مدي لك مساحه المثلث اللي فوق ا د ه 8 سنتيمتر مربع. مساحه المثلث ده يا باشمهندس ده اهو 8 سنتيمتر مربع. بيقول لك انا عايز مساحه الشكل ه ب ج د اللي هو مساحه الشكل اللي تحتها. هي قريبه قوي من اللي فاتت زياده خطوه. ازاي؟ قال لي بص يا معلم، احنا الاول بس هنثبت ايه؟ التشابه عشان يطمئن القلب. تقول لي انا هاخد المثلث الصغير اللي هو يبقى ا ه د، والمثلث الكبير اهو هيبقى ا ب ج. ا ه عندي على الرسم ب4 سم وأ د ب5 سم. أ ب على الرسم كله 10 سم. أ ج على الرسم كله ب8 سم. لو انت عايز تثبت التشابه انا ما معيش غير زاويه ا زاويه ايه؟ مشتركه. فلازم اخد الضلعين دول مع دول واثبت التناسب. تقول لي يعني هاخد الصغير مع الصغير يبقى ا ه مع ا ج تطلع 4 على 8 النسبه نص. صح الكلام؟ صح الكلام. طيب ركز معايا، هناخد الكبير مع الكبير يعني ا د مع ا ب فهيبقى 5 على 10 برضه هتطلع النسبه نص. واقول لك وزاويه ا مشتركه، فانت عايز تكتب ايه؟ ترتيب المثلثين. طب استنى، انت لو كتبت ا على ا ج بيساوي ا د على ا ب، لان النسبه دي بتساوي نص والنسبه دي بتساوي نص. قلت لك ليه؟ يا تلغي دول يا تلغي دول فتضم الباقي. لو انا جيت يا وحش رحت لاغي دي مع دي يبقى المثلث ا ه د يشابه المثلث ا ج ب. طالما المثلثين دول متشابهين اقدر اعمل كده. مساحه المثلث ا ه د على مساحه المثلث ا ج ب. تقول لي طب النسبه بين الضلعين؟ اقول لك ما انت جبتها اهي، دي بنص ودي بنص. تقول له احطها هنا ايه؟ ربع عشان دي نسبه بين المساحات، ولا ايه يا وحش؟ حلو. طيب معاك حد في دول؟ معايا المثلث ده اداهولي ب 8، يبقى انا هكتب على ده 8. اقول له يبقى مساحه المثلث ا ج ب بيساوي ده في ده على ده هيطلع 32 سنتيمتر مربع. كده الكبير كله ده كله اللي هو المثلث الكبير اهو ده كده كله بكام؟ ب 32. الصغير ده بس ب 8. طب انا عايز الحته دي، قال لي هتطرح الحته الصغيره دي من المثلث كله تجيب مساحه الحته دي. اقول له يبقى مساحه الشكل ه ب ج د تساوي 32 ناقص 8 تطلع 24 سنتيمتر مربع. 24 سنتيمتر مربع يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ايه يا وحش؟ هتبقى 1000. تمام كده؟ تمام. المساله اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول في الشكل المقابل اذا كان د ه يوازي ب ج ومساحه المثلث ا د ه
9 سنتيمتر مربع. عايز مساحه شبه المنحرف د ب ج ه. ما هو طبعا شبه منحرف عشان في ضلعين بس اللي متوازيين. تقول لي نفس الكلام اللي فات، بس المره دي بقى ايه؟ هنريح دماغنا في التشابه سهل قوي. هنقول د ه بيوازي ب ج. طالما ده يوازي ده يبقى المثلث اللي فوق يشابه المثلث الكبير. اقول لك يبقى المثلث ا د ه يشابه المثلث ا ب ج. وطالما المثلثين مشابهين يبقى انا اقدر اكتب مساحه المثلث ا د ه على مساحه المثلث ا ب ج. ستوب بقى، لازم تروح تجيب نسبه بين ضلعين على الاقل. تقول لي تمام، اجيبها لك ازاي؟ هو كاتب لك ا ه ب3 وه ج ب6. لو انت خدت هتاخد ا ه على ا ج على ا ج كله، فدي هتبقى 3 على 9، يبقى اختصارها 1 على 3. ما انا لازم يا شباب لما اخد نسبه بين ضلعين ا د ا ب د ه ب ج ا ه ا ج، فده اللي انا عملته ا ه ا ج. تقول لي طيب النسبه بين الضلعين دول اللي انا خدتهم طلعت 1 على 3، لكن لما اجي احطها قدام المساحات اكتبها 1 على 9 عشان انا بعمل ايه؟ بربع النسبه دي. تمام. تيجي انت سعادتك تقول لي طيب معايا مساحه المثلث ا د ه فوق ب9. تقول لي يعني انا هشيل دي واكتب بدلها 9 واقول له على مساحه المثلث ا ب ج بيساوي 1 على 9. فدلوقتي سعادتك بسهوله جدا اقدر اجيب مساحه المثلث ا ب ج. تقول لي ده في ده على ده هيطلع 81 سنتيمتر مربع. طب انا لو قلت لك المثلث ده كده كله على بعضه ومساحته 81 والحته اللي فوق ادالك مساحتها 9، تقول لي اعرف اجيب الشكل ده مصر؟ ما انا لو طرحت الحته دي من المثلث الكبير هجيب مساحه ايه؟ شبه المنحرف. فانا هقول لك مساحه شبه المنحرف د ب ج ه تساوي، تقول لي تساوي ايه؟ احنا طلعنا مساحه المثلث الكبير كله 81، هنطرح منها 9 تطلع 72 سنتيمتر مربع. دور عليها في الاختيارات هتلاقيها الاختيار ايه؟ ب. تمام كده يا وحش؟ تمام. المساله دي يا شباب بيقول ايه؟ بيقول في الشكل المقابل، في الشكل ايه؟ المقابل قياس زاويه ا د ه ا د ه الزاويه دي بيساوي قياس زاويه ج اللي هي الزاويه دي، وده اللي هي ده ب 4 سم وب ج ده ب 8 سم. بيقول لك عايز مساحه المثلث ا ب ج على مساحه المثلث ا د ه، النسبه بينهم يعني. تمام. بص يا باشمهندس وركز معايا. اول حاجه الزاويه دي معايا زاويه مشتركه. يعني انت سعادتك المثلثين ا د ه و ا. بص انا هاخد ا قصاد ا عشان ا مشترك، د هنا قصادها ج يبقى هنا ج، وه كده اللي هي في المثلث الصغير يقابلها ب. تقول لي دول لو انا عايز اثبت التشابه هكتب ايه؟ فيهم واقوم عامل كده زاويه ا مشتركه، زاويه ا ايه؟ مشتركه، وزاويه ا د ه بتساوي زاويه ج، صح؟ يبقى المثلث ده يا وحش المثلث ا د ه يشابه المثلث ا ج ب. طالما المثلثين مشابهين اقول لك يبقى مساحه المثلث ا د ه على مساحه المثلث ا ج ب يساوي، تعال هتاخد ا د على ا ج مفيش، طب هناخد د ه على ج ب. معايا د ه على ج ب النسبه بينهم 4 على 8 يعني نص. هنا تبقى ايه؟ قال تبقى ربع، بس ده الصغير ربع الكبير، يبقى الكبير قد الصغير. النسبة بقى هنا تتعكس عشان هو بدأ بالكبير 4 على 1. 4 على 1 بكام يا وحش؟ ب4. تمام كده؟ ركز معايا يا وحش. المسألة اللي بعد كده بيقول ايه؟ في الشكل المقابل مساحة المثلث ا ب ه على مساحة المثلث د ج ه. تقول لي هو انا ايش ضمني ان المثلثين متشابهين؟ اقول لك لا، طالما اداك نسبة بين مساحتهم في نسبة كبيرة متشابهين. يا معلم الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتقابل براس، ودي ب 90 ودي ب 90، تبقى طبيعي كمان الثالثه هتساوي الثالثه، يبقى المثلثين دول متشابهين. تقول لي طيب المثلث، بص بقى انا هكتبها ازاي وركز معايا. ا ب ه الاولاني والمثلث الثاني انا هكتبهم لك هنا المثلثين واثبت لك التشابه. ا قصادها د، تقول لي د، ا قصادها د، ب قصادها ج اهي، ه قصادها ه
بتساويها بالتقابل بالراس. هقول لك فيهم هتقول لي ايه؟ تقول لي زاويه ا بتساوي زاويه د لان الاثنين 90 درجه. اقول لك تمام. الزاويه دي ا ه ب، زاويه ا ه ب بتساوي زاويه ج ه د، ج ه د. ليه يا عم؟ قال لي بالتقابل بالراس. كفايه عليا دول، مش لازم اكتب الثالثه. حلو. يبقى كده وحش المثلث ا ب ه يشابه المثلث د ج ه. طالما المثلثين دول مشابهين يا باشمهندس، يبقى انا اقدر اعمل كده مساحه المثلث ا ب ه على مساحه المثلث د ج ه. ركز بقى معايا انا عملت كده ليه؟ قال لي انا عايزك تتعلم، لو انت خدت ا ب يبقى لازم يكون قصاده ده الج. ا ب قصاده ده الج، طب ده الج مش معاه مصر. حلو الكلام. طيب ب ه يبقى لازم يكون قدامه ج ه، ب ه قصاده ج ه مش معاه ج ه. تعرف تجيب ده وده ازاي في مثلث زي ده؟ واحد يقول لك قائم استخدم نظريه فيثاغورس. اقول له استخدم نظريه فيثاغورس ولا معيش غير ضلع واحد؟ لا. طيب انا هنا ايه؟ لو خدت ا ه قال يبقى لازم ده ه. طب ا ه تعرف تجيبه؟ ما هو ده ب3 وده ب5 يبقى ده ب4 سم بنظريه فيثاغورس. هنا اعرف اجيب ده عشان معاه ضلعين، اعرف اجيب الثالث. هنا بقى لو انت خدت ا ه هتاخد قدامها د ه. ا ه ب4 وده ه ب7 يبقى النسبه هربعها 4 على 7 اهو ا ه على د ه تبقى النسبه 4 على 7. لما اجي اربع النسبه عشان المساحات تبقى 16 على 49 يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه يا باشمهندس؟ هتكون د. ركز يابا. حلو. المساله اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ في الشكل ده د ه يوازي ب ج. مساحه المثلث ا د ه على مساحه المثلث ا ب ج بيساوي 25 على 81. انا عايز ا د الى د ب. طيب بص يا معلم، لو انت قلت لي مساحه المثلث ا د ه على مساحه المثلث ا ب ج، رحت قايل لي النسبه 25 على 81. لو انا رحت قايل لك طب النسبه من الضلعين، تقول لي يبقى هاخد ا د على ا ب. هاخد الجذر بتاع دي، تقول لي يبقى 5 على 9. طب بص معايا، ا د ب5 دي نسبه وأ ب كلها ب9. طب د ب تبقى بكام؟ قال لي تبقى ب4. فانا بقول لك انا عايز النسبه ا د على د ب. تقول لي ا د على د ب يبقى النسبه 5 على 4. اقول لك 5 على 4 تبقى الاجابه بتاعتي يا وحش، تبقى الاجابه بتاعتي ا. تمام؟ تمام. المساله اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل اللي قدامك ده مساحه المثلث ا د ه، ا د ه ده ب 36 سنتيمتر مربع. عايز مساحه المثلث ا ب ج. طيب هما المثلثين متشابهين؟ حبيبي متشابهين. الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس. معاه غيرها؟ اوعى تقول لي دي بتساوي دي بالتبادل، محدش اداك توازي. حلو. ولا دي بتساوي دي بالتبادل، محدش اداك توازي. تقول له امال هتعمل ايه؟ هاخد الضلع الصغير ده، هقول لك ا د على ايه يا وحش؟ ده الصغير مع ده الصغير يبقى ا ب. هيطلع 6 على 10، هتطلع النسبة 3 على 5. هقول لك هاخد الضلع ده اللي هو ا ه على الضلع ده ا ج. حلو. دي ب9 على 15 فهتطلع برضو ب3 على 5. والزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس، يبقى المثلثين شبيه. والنسبة بين الضلعين قصادك ايه؟ 3 على 5. فأنا أقدر أقول له يبقى مساحة المثلث ا د ه على مساحة المثلث ا ب ج يساوي، أنا طلعت لك النسبة بين الضلعين 3 على 5، يبقى النسبة بين المساحتين اللي ربعها تبقى 9 على 25. أقول لك طيب معاك حد في الاثنين؟ معايا مساحة المثلث ا د ه دي هتشال وتحط بدلها 36. فأجي أقول لك يبقى مساحة المثلث ا ب ج تساوي 36 في 25 على 9 تطلع 100 سنتيمتر مربع. تقول لي يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه يا وحش؟ هتكون ج. تمام؟ تمام. حلو. هنا استغليت الحاله الثالثه في التشابه اللي هي بتاعت ايه؟ ضلعين متناسبين والزاويه المحصوريه متساويه. لازم نكون عارف حالات التشابه يا شباب. طيب
في الرسمه دي بيقول لك ايه؟ مساحه المثلث ا د ه على مساحه شبه المنحرف د ب ج ه، النسبه كام لكام؟ طيب هو انت معاك د ه يوازي ب ج عامل لك عليها اسهم التوازي وهو كاتبها لك هنا، تقول له طالما د ه يوازي ب ج يبقى طبيعي يا معلم المثلث ا د ه يشابه المثلث ا ب ج، صح يا باشمهندس؟ وتبقى مساحه المثلث ا د ه على مساحه المثلث ا ب ج تعمل ستوب وتقف. هتعمل ايه يا مصر؟ قال له اروح اجيب ضلعين وايه؟ واجي. يا اما تاخد ا د مع ا ب د ه مع ب ج او ا ه مع ا ج. طب انا معايا د ه مع ب ج، د ه اهي مع ب ج اهي بنفس الترتيب. تقول لي تمام، النسبه هنا بين الضلعين، تقول لي لو انا قلت لك د ه على ب ج تقول لي النسبه 4 على 9، لكن لما اكتب مساحات تقول لي يبقى 16 على 81 هربع النسبه دي يا مستر. تمام. لو انا قلت لك يا وحش ركز بس معايا كده، انا عايز مساحه المثلث ا د ه على مساحه الشبه المنحرف، شبه المنحرف اللي هو قال لي عليه اسمه ايه؟ د ب ج ه، عايز النسبه بينهم. حاضر. طيب انا لو رحت كتبت لك على ده 16 وقلت لك ده كله ب 81، المثلث الكبير كله 81 كنسبه، كايه؟ كنسبه. تقول لي تمام يا مستر. حلو، المثلث ده عايز اجيب النسبه بتاعت ده، تقول لي لو المثلث الكبير ده كله ب 81 ودي ب 16 يبقى انا هطرح ال 81 ناقص 16 تطلع 65. 65 يبقى ده 65 ده 16 والمثلث الكبير كله مجموع الاثنين يعني ال 81. فانا عايز النسبه بين ا د ه 16 على الشكل اللي تحت ده 65، يبقى النسبه بتاعتي 16 على 65، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون ايه؟ د. تمام؟ تمام. افكار حلوه يا شباب لازم تتعلمها. طيب هنروح مع بعض يا شباب تطبيقات التشابه الجزء الثاني. الجزء الثاني بقى بيشتغل على ايه؟ على الدوائر. هو 3 نتائج مهمين قوي. لو انت عندك دايره وجه يا باشمهندس وترين اتقطعوا جوه الدايره عند نقطه، ولتكن النقطه اللي هنا دي هنسميها باشمهندس ا، ودي ب، ودي ج، ودي د، ودي ه. قلنا لو اتقطعوا الوترين جوه الدايره يبقى جزء في جزء. بص كنا بنكتب كده جزء في جزء بيساوي يا باشمهندس بيساوي برضه جزء في ايه؟ في جزء. تقول لي يعني ايه؟ قال لي يعني عند نقطة التقاطع تبقى ا ب ا ب في ا ج بيساوي يا وحش ا د في ا ه. دي النتيجة الأولى اللي احنا عايزينها. تمام يا باشمهندس؟ لو اتقطعوا جوه الدايرة كنا بنقول ايه؟ جزء في جزء يساوي جزء في جزء. تمام. طب هناخد الحالة الثانية، لو امتداد الوترين، يعني لو في وترين اتقطعوا بره الدايره بالمنظر ده كده اهو، او امتداداتهم طبعا هنا ا، هنا ب، هنا ج، هنا د، هنا ه، كنا بنقول ايه؟ قال لي لا، دي كنا بنقول جزء في كل بيساوي جزء في ايه وحش؟ في كل. يعني انا لو هاجي هنا همشيها لك بالحروف تقول لي يبقى ا ب في ا ج. بص ا ب في ا ج تساوي ايه يا وحش؟ ا د في ا ه، ا د في ا ه. دي النتيجة رقم 2. صح يا باشمهندس؟ تمام. النتيجة رقم 3، ركز بقى في الحاجات دي يا باشمهندس. النتيجة رقم 3، لو أنا راسم دايرة حلو وواحد فيهم مماس كده والتاني قاطع للدايرة، أدي أ، أدي ب، أدي ج، أدي د. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول المماس تربيع بيساوي جزء في ايه يا وحش؟ في كل. جزء في ايه؟ في كل. مين المماس هنا؟ ا ب. تقول لي يبقى ا ب تربيع بيساوي ا ج في ا ايه؟ في ا د. ودي كده النتيجه الثالثه. صح كده يا وحش؟ تمام. ركز يابا معايا، اسمعني كويس. حلو. اول مساله هي يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل اذا كان ا ه ب 4 سم وج ه بيساوي 3 سم وه د ب 2 سم، انا عايز ه ب. هم اتقطعوا قد ايه هنا؟
تقول لي جزء في جزء يساوي جزء في جزء. بص يا عم، تقول لي هاخد ايه؟ دي ألف ه في ه ب. بص جزء اهو في جزء ألف ه في ه ب بيساوي ج ه في ه د. تعال نعوض انا وانت. ألف ه ب4، ه ب عايز، تقول لي ج ه مكتوبة ب3 في ه د مكتوبة 2. فلما اجي اقول لك 4 في ب تقول لي 4 ه ب. طب 3 في 2 اقول لك 6. عايز احسب ه ب، هتقسم ال6 على 4 تطلع 1.5 سم. يبقى انا ادور في الاختيارات على 1.5 اهي يا باشمهندس. تمام؟ تمام. حلو. المسألة اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل س بكام؟ انا مديني ده 4 ده س ده 8 ده 3 وعايز س. تقول لي بص المفروض اقول لك ده في ده يعني 4 في س على طول من غير حروف بقى المثلث. ده في ده يبقى 3 في 8. فانت هتقول لي الس تساوي 3 في 8 ب 24 هقسمها على 4 تبقى 6 سم. يبقى الس بكام يا وحش؟ ب 6 سم اهي يا باشمهندس. يبقى جزء في جزء بيساوي جزء في جزء. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس نفس الكلام هنا، بيقول في الشكل المقابل الس بكام؟ كاتب لك دي ب6 ودي ب18، دي كاتب عليها 4 س ودي 3 س. هو المفروض جزء في جزء بيساوي جزء في جزء. طب نبدأ من هنا نقول له 3 س في 4 س. بص يا معلم، جزء في جزء بيساوي، هنضرب 6 في 8 جزء في جزء 6 آسف في 18. حلو الكلام. دي في دي هتبقى 12 س تربيع. دي مستر هتطلع 108. حلو. هقسم على 12 هقسم على 12 فده يطير مع ده، فهتبقى س تربيع بتساوي 108 على 12 هتطلع 9. هاخد الجذر فالسين هتطلع، اوعى تقول لي موجب وسالب، هنا مفيش سالب. تقول لي السين بكام يا وحش؟ ب3. تقول لي يبقى الاجابه بتاعتي اهي. تمام؟ تمام يا باشمهندس. حلو. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ في الشكل المقابل اذا كان أ ب كله ب 12 وج ه دي ب4، هنكتب هنا ج ه ب4. طب لو ده ب 12 وهو كاتب لك هنا دي بتساوي دي، يبقى دي بكام؟ ب6 ودي بكام؟ ب6. فأنا بقول لك أنا عايز طول ه د. تقول لي طيب المفروض 4 في ه د 4 جزء أهو جزء في جزء في ه د بيساوي جزء في جزء. تقول لي يبقى 6 في 6 يعني 4 ه د يا وحش بيساوي 6 في 6 ب 36. هقسم على 4 هنا وهنا فدي هتطير مع دي. تقول لي يبقى اله د بيساوي 36 على 4 تبقى 9 سم. اقول لك يبقى 9 سم اهي يا باشمهندس. تمام؟ تمام. حلو الكلام. ركز معايا يا باشمهندس. هنا بصراحه فكره حلوه قوي. بيقول في الشكل المقابل دايره مركزها م. حلو. ج ه عمودي، ج ه عمودي على د ب. د الالف مديهاني ب2. حلو. والف ج اللي هي الحته دي ب4 سم. حلو. الف ب بيساوي الف من هنا لحد هنا دي مديهاني بس زائد 1. بيقول لي فإن س تساوي يا باشمهندس. لحظه، هو الحته دي مش جايه من عند المركز وعمودي يبقى بينصف، يعني دي قد دي. تقول لي يبقى الميم الف دي بس لوحديها بتنصف ده عشان جايه من عند المركز. تقول لي ده ب4 يبقى ده ب4. فانا هاجي امشي عليها النظريه او النتيجه اللي احنا قلناها اللي هي ايه بقى وحش؟ جزء في جزء. تقول لي يعني 2 في س زائد 1 جزء في جزء. جزء في جزء اقول لك 4 في 4 اقول له 16. اقسم على الاثنين على طول، مش لازم اضرب الاثنين جوه القوس. فدي تطير مع دي يبقى س زائد 1 بتساوي 16 على 2 طبعا ب8. هطلع دي بعكس الاشاره فهتبقى الس معايا بكام؟ ب7. الس ب7 تبقى الاختيار بتاعي هيبقى ايه؟ ب. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. بيقول في الشكل المقابل عايز س. هو مديني كل حاجه على الرسم. طيب هم اتقطعوا هنا عند النقطه دي، فانت تقول لي جزء في جزء. بص الجزء الاولاني س زائد 1، الجزء الثاني س ناقص 1. حلو. بص جزء في جزء
ده مكتوب عليه س زائد 1، ده مكتوب عليه س ناقص 1، طب ده مكتوب عليه 3 وده مكتوب عليه 8، يبقى انا اقول لك 3 في 8 جزء في جزء. تمام. تقول لي طب دول يا مستر ينفع نفكهم فرق بين مربعين، اول في اول تاني في تاني، س في س، س تربيع، دي في دي يا مستر يبقى سالب 1. طب 3 في 8 يقول لك 24، هطلع دي بره بعكس الاشاره فيبقى س تربيع، انا اسف انا قلت 24، دي 24. تقول لي اطلع دي بره يبقى س تربيع تساوي 24 زائد 1 ب 25، هاخد الجذر بتاعها، اوعى تقول لي موجب وسالب، لا هنا الس بكام؟ بخمسه وحش، يبقى هو عايز س، اقول له يبقى الس بكام؟ بخمسه. تمام؟ تمام يا باشمهندس، ركز معايا كده يا باشمهندس. المساله اللي بعد كده بيقول لك في الشكل المقابل دايره مركزها م، دايره مركزها م، وده ج عمودي على ا ب، والف ه مديهاني ب 6 سم، وعامل لي دي بتساوي دي، وحتى لو انت مش عامل دي بتساوي دي، طالما ده بص الحته دي اللي هي ايه وحش، الميم هي دي جاي من عند المركز وعمودي على الوتر تبقى بتنصفه، يعني مش لازم يعمل لك دي، تقول لي يبقى دي ب6، تقول لي يبقى دي ب6. طيب تمام، هو عايز ايه بقى؟ يقول لك انا عايز نص قطر الدايره 13 ولا 6 ونص ولا 5 ولا 8، تقول له طب استنى، هو انا هعتمد على النتيجه اللي انا قلتها لك، نقطه التقاطع بين الوترين، ده الوتر ده والوتر ده كله، حلو، هم اتقاطعوا الاثنين عند النقطه دي، صح يا باشمهندس؟ يبقى جزء في جزء يساوي جزء في جزء، الجزء اللي معاه ده اله في الجزء اللي تحت ب4، الجزء ده في الجزء ده يبقى 6 في 6 ب 36، فانا بقول لك ده اله تساوي ايه؟ تقول لي 36 على 4 ب 9 سم. طب ركز كده معايا، لو ده اله ده كده يا باشمهندس ب9 وانا معايا الحته دي ب4، ده الجيم كله يبقى بكام؟ تقول لي ده الجيم كله 9 زائد 4، اقول لك 13 سم، بس خد بالك بقى ان ده الجيم ده عدى على المركز، وطالما عدى على المركز يبقى ده قطر، يبقى انت كده معاك القطر يا وحش بكام؟ ب 13 سم، يبقى نص قطر الدايره هقسم ده على الاثنين يطلع 6.5 سم، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى 6.5 سم. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل انا عايز س، هو سبك كده بالهواء، طيب استنى يا عم، هم اتقطعوا جوه الدايره عند النقطه دي، تقول لي يبقى جزء في جزء جزء في جزء، طيب الجزء ده مكتوب عليه س، ادي س، في الجزء الثاني اللي الناحيه الثانيه يبقى س زائد 1، تمام، ادي جزء في جزء، حلو، هنا يبقى جزء في جزء، ده 6 ده 2، 6 في 2 بكام؟ قال لي ب 12، طيب انا هنا هقلبها جبر، تقول لي هضرب ده في ده وده في ده يبقى س تربيع زائد س في 1 بس، وهدخل دي كمان جوه يا معلم، تقول لي يبقى ناقص 12 تساوي صفر، هنفتح ايه؟ قوسين عشان نحلل، تقول لي يبقى س وس، دي هتبقى 4 في 3، ده اللي موجب عشان الكبير بياخد اشاره في النص، ده اللي سالب، من هنا السين هتطلع بسالب 4، بس ده مرفوض يا شباب، مفيش طول بالسالب، من هنا السين هتطلع معايا بكام؟ ب3، يبقى السين بتاعتي ب3، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى 1000. تمام؟ تمام. ايه السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس؟ بيقول في الشكل المقابل راسم لي الرسمه دي، بيقول له انا عايز طول ه ب، اللي هي يعني حته، اللي هي الحته دي يا باشمهندس، هنا بقى بنقول ايه؟ جزء في كل بيساوي جزء في كل. طب بص يا باشمهندس معايا، لو انت رحت كاتب قانون ه ب في ه ا اللي هو جزء في كل، وهنا ه د في ه ج، ه د في ه ج، ركز معايا كده، ه ب مش مجهول وه ا يعتبر مجهول، فانت احسن لك تسمي الحته دي س عشان ما يبقاش معاك مجهولين، تقول لي الحته دي ه ب اكتبها س، وه ا كلها تقول لي يبقى الحته دي زائد الحته دي تبقى س زائد 5 بتساوي ه د ب3 في ه ج كله ب12، فانا كده هقلبها جبر، تقول لي يا وحش يبقى تعالى معايا كده، هضرب ده في ده وده في ده، يبقى س تربيع زائد 5 س، طب انت لو ضربت دي ب 36 هندخلها جوه يبقى سالب 36 تساوي ايه؟ صفر، فهنفتح قوسين عشان نحلل، يبقى س تربيع تفك س وس، دي هتتفك عندك 4 و9،
عشان يبقى طرحهم 5، ودي اللي موجب ودي اللي سالب. من هنا من القوس ده الس بكام؟ ب4. من هنا الس بكام؟ تقول لي بسالب 9، بس ده طبعا مرفوض، مفيش طول بالسالب. يبقى الس بتاعتي بكام يا شباب؟ ب4. تمام؟ تمام. ركز معايا يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل انا عايز طول ا د. هو مديلك كل ده ب8، لكن هو عايز ا د دي. تقول لي طب تمام، ركز معايا يا وحش. انا اقدر اقول جزء في كل، تقول لي ا ب في ا ج بتساوي جزء في كل، تقول لي يبقى ا د في ا ه. صح يا باشمهندس؟ طيب ا ب يا وحش على الرسم ب4، ا ج كله تقول لي 6، اوعى تقول لي ب2. ا د عايزها في ا ه ب8. لو انا قلت لك دلوقتي انا عايز ا د، تقول لي 4 6 ب 24 هقسمها على 8 تبقى 3، يبقى ا د ب 3 سم، يبقى الاختيار بتاعي ا. تمام؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل عايز طول ج د اللي جوه ده. طيب انا اقول لك ه ب جزء في ه ا كل، ه د جزء في ه ج كل. بص يا عم، ه ب ب4 حلو، في ه ا كله ب9. تقول لي طب ه د مكتوب عليها 3، في ه ج عايزها. تقول لي طب انا هجيب ه ج تساوي 4 في 9 ب 36 على 3 فيها ال 12. ه ج كله ب 12، بس هو عايز ج د، عايز ج د. لو قلت لك ده كله ب 12 شيل منها الثلاثه يبقى الحته دي بكام؟ ب9. تقول لي يبقى الاختيار بتاعي هيبقى 9، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ايه؟ ب. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس كاتب لك في الشكل المقابل طول ب ج بيساوي، هو عامل لي الحته دي تساوي الحته دي، يبقى انا اقدر اكتب على دي س ودي س اللي هي ا ب وب ج. طيب انا لو كتبت القانون ا ب جزء فا ج كل، ا ب في ا ج، ا د في ايه يا وحش؟ في ا ه. طيب ا ب انا كتبت عليها س، في ا ج تقول لي لا دي 2 س. هقول لك ا د اقول لك 4، في ا ه كلها تقول لي يبقى 18. اقول لك دي في دي يبقى 2 س تربيع بتساوي 4 في 18 ب 72. هقسم على الاثنين على الاثنين فده يطير، تقول لي يبقى هتطلع الس تربيع يا باشمهندس ب 36. هاخد الجذر بتاعها يبقى س ب 6 سم. س بقى اللي هي ايه؟ س دي اللي هي ا ب. تقول لي يعني دي ب 6، طب ما ب ج تبقى ب 6. طب هو عايز مين؟ قال لي انا عايز ب ج، اقول لك يبقى ب 6. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. حلو. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس حلوه. بيقول في الشكل المقابل س بكام؟ ده عامل لي هنا مجهول وهنا مجهول، يا دي النيل. لا يا عم عادي، ما تقلقش. بص يا وحش، هناخد القانون نكتب ا ب في ا ج. بص يا وحش معايا، ا ب جزء ا ج كل. حلو. هنا يبقى ا د ا ه. تقول لي ا د في ا ه. تعال ا ب يا باشمهندس دي س، ا ج كلها 4 س، صح؟ بتساوي ا د ب8. طيب ا ه بقى لا حاسب، ا ه دي زائد دي س زائد 4 ومعاك هنا 8، يبقى على بعضيها س زائد 12. صح؟ صح. طب دي يا وحش، قال لي 4 س تربيع. تقول لي طيب ايه رايك نضرب ال8 دي جوه هنا وهنا؟ تقول لي يبقى 8 س زائد 96، 8 في 12. طب المعادله دي كلها تقبل اسمع على الاربعه، تقول لي يبقى س تربيع بتساوي 2 س زائد دي على الاربعه يبقى 24. حلو الكلام؟ 24 ده يخش جوه يا وحش، يبقى س تربيع ناقص 2 س ناقص 24 تساوي 0. هقوم محلل يا وحش كده وركز معايا، تقول لي يبقى س وس، ال 24 هتبقى 4 في 6 بس ده سالب وده اللي موجب. هنا الس هتطلع سالب 4، هنا الس تطلع ب 6، تاخد من فيهم طبعا ال6. حلو، يبقى ال6 يبقى الس بتاعتي ب 6. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. ركز معايا يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده بيقول في الشكل المقابل
انا عايز س ج. تقول له طب هو المفروض ا ب جزء في ا ج كل بيساوي ا د جزء في ا ه كل. طيب انا هبدا من الجنب ده، ا د بس، ا ه يعني ده كله طب ما كده يبقى س زائد ال10 صح؟ طب ا ب ب9 فأ ج 9 زائد 7 أ ج ده كله يبقى 16 صح؟ تعال انا وانت بقى نحل المعادله دي، هنضرب س في س وس في 10 تقول لي يبقى س تربيع زائد 10 س. طب 9 دي 144 هنزق دي جوه يبقى س تربيع زائد 10 س ناقص 144 تساوي صفر. طب دي تتحلل؟ تعالى نحلل، نفتح قوسين تقول لي يبقى س تربيع تبقى س وس. ال 144 9 في 16 9 في 16 لا ما نجيبش 9 في 16. طيب 36 26 هي 28 9 في 16 دي 144. لو انا رحت واخد من دي 2 ضربتها هنا تبقى 18 ودي هتبقى 8. 18 و8 يا شباب حلو. طبعا انت مش هتعرف تعمل اللي انا بعمله ده، فانت تعمل ايه يا باشمهندس؟ تعملها على الاله مود 5 3. تقول لي وده هيبقى موجب وده يبقى هنا 18 ده موجب وده ايه؟ سالب. طيب السين هتطلع لك سالب 18 يا اما السين هتطلع لك ب 8، طبعا ده مرفوض يبقى السين عندي بكام؟ ب 8 وحش. تقول لي يبقى الاختيار بتاعي اهو يا باشمهندس اللي هو الاختيار ايه؟ د. حلو تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل اذا كان ا ج ب5 وأ ب ب4 وم ب ب3 فإن ج د دي بكام؟ يجي واحد يقول لك ايه؟ جزء في كل جزء في كل. اقول له غلط. لازم عشان تشتغل النتيجه دي لازم تكون واصل للدايره، يعني انا اوصل الحته دي واسمي النقطه دي نون ه اي حرف. طيب ده كده بالنسبه لك نص قطر. طب ما ده نص قطر ده ب3 تقول لي يبقى ده ب3. كده اقدر اقول لك جزء في كل يبقى ا ج في ا د يا وحش بيساوي أ ب في أ ن. أ ب في يا وحش في أ ن. طب أ ج يعني 5 في أ د معرفش يا مصر أ د. تقول لي طب أ ب ب4 حلو بقى أ ن. تقول لي أ ن ده زائد ده زائد ده يبقى 4 زائد 3 زائد 3 ده ب 10. تقول لي يبقى أ د تساوي بص يا عم 4 في 10 بكام؟ قال لي ب 40 انا اقسمها على ده يطلع 8. حلو الكلام. أ د كله ب 8 معايا دي الحته دي ب5 يبقى الحته دي ب 3 سم يبقى الاجابه بتاعت ج د ب 3 سم. تمام؟ تمام. ركز يابا معايا. هنا دخلنا في النتيجه الثالثه ده مماس. بيقول لك عايز كاتب لي س على أ د وبيقول لك انا عايز أ د. طب ما احنا قلنا في النتيجه الثالثه المماس تربيع جزء في كل. تقول لي يعني انا اقدر اقول لك أ د تربيع تساوي أ ب في أ ج. أ ب في أ ج. طيب أ ب معايا ب4 في أ ج كلها الحته دي تبقى ب9 كل ده بيساوي أ د تربيع. تقول لي طيب لو حسبت دي ب 36 هاخد الجذر يبقى أ د جذر 36 6. تقول لي يبقى السين دي ب 6 سم. اقول لك يبقى الاختيار بتاعي ب. تمام؟ تمام يا باشمهندس. حلو الكلام. السؤال اللي بعد كده بيقول في الشكل المقابل إذا كان أ ب مماثا للدائرة وكان أ ج يقطع الدائرة في أ ج يقطع الدائرة في ج ود فإن ج د. طيب هو المفروض ده مماس صح؟ يبقى المفروض إن أ ب تربيع المماس بيساوي جزء في كل، يعني أ د في أ ج صح؟ طب أ ب مكتوب عليه 3 جذر 5. لو انا حطيت هنا 3 جذر 5 وحطيت عليها تربيع نشوف. وأ د ده ب5 فأ ج ما اعرفش. تقول له هعرف اطلع أ ج. هحسب ده على الآلة يا باشمهندس هيطلع 45 هقسمه على دي فيطلع 9.
ايوه 45 على 5 فيها التسعه. تقول لي طب ده كله بتسعه، دي بخمسه، يبقى الحته دي بكام؟ قال لي يبقى الحته دي ب 4 سم. يبقى هو عايز ج د، اقول له 4 ايه؟ 4 سم. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. يبقى كده ج د بيساوي ايه يا وحش؟ 4 سم. حلو. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول ايه؟ بيقول لك في الشكل المقابل اذا كان ا ج بيساوي ج د فان ا د كلها بكام؟ هو مديني ده مماس. تقول لي طيب ا ب مماس يبقى ا ب تربيع بيساوي. ايه رايك لو انا كتبت على دي س ودي س؟ المفروض القانون يبقى ا ج في ا د. ما هو المماس تربيع جزء في كل، صح؟ طب ا ج هنكتبها س في ا د، تقول لي يبقى 2 س. طب ا ب مكتوب عليها 3 جذر 2 هنحط عليها ايه يا وحش؟ تربيع. تقول لي طب ده في ده، يقول لي يبقى 2 س تربيع. طب ده نحسبه على الآلة انا وانت يطلع 18، فهنقسم على الاثنين، هنقسم على الاثنين فده يطير مع ده. تقول لي كده وحش كده يا باشمهندس معايا هيطلع معايا س تساوي س تربيع تساوي 9. هاخد الجذر بتاعها السين تطلع ب3. طب دي ب3 ودي ب3 يبقى ا د. قال لي يبقى ا د كله بيساوي 6 سم. 6 سم. تقول لي اهي وحش، يبقى الاجابه بتاعتي. تمام؟ تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول في الشكل المقابل ج د بيساوي 2 ا ج. بص الجمله دي بيقول لك اذا كان ج د بيساوي 2 ا ج، لو ده قد ده مرتين يبقى اكتب على دي س ودي 2 س. حلو. بيقول لك ا ب بيساوي 5 جذر 3. انا عايز ا د، عايز ا د برضه. حاضر. فانا معايا مماس فاقول له المماس تربيع يبقى جزء في كل، يعني ا ج في ا د. بص بقى معايا يا باشمهندس، لو انا بدات من ا ج هكتب س. ا د س و2 س يعني 3 س. ا ب دي ب5 جذر 3، 5 جذر 3 او حاطط عليه ايه؟ تربيع. س في 3 س تبقى 3 س تربيع بتساوي، احسب دي هتطلع 75. هقسم على التلاتة وحش فده يطير مع ده، يبقى س تربيع بتساوي 75 على 3 ب 25. طب هاخد الجذر يبقى الس ب5. ركز بقى معايا كده يا باشمهندس، الس دي ب5 يبقى الحته دي ب10 عشان دي 2 س. فانا عايز ا د كله يبقى 5 زائد 10 يبقى ا د كله بكام؟ ب 15 سم. 15 سم يبقى الاجابه هتكون ب. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل اذا كان ا ب ده مماثل للدايره عند ب، تمام، ود ج ده قطر في الدايره م، عايز محيط الدايره. حاضر. تقول لي طب بص يا عم، مش ده مماس؟ يبقى انا اقول لك ا ب تربيع المماس بيساوي جزء في كل، يعني ا ج في ا د. امشي معايا تاتا. طيب ا ج ب4، ا د معرفش، ا ب ب6 يبقى تربيعها 36. فهقسم ال 36 على 4 هطلع ا د ب9 سم. بص بقى معايا يا معلم، ده كل ده ب9 سم، ومعايا الحته دي يا باشمهندس دي ب4 سم، يبقى ده بكام؟ قال لي يبقى ده ب5 سم. طب وده عباره عن ايه؟ قال لي ده القطر، يعني القطر بيساوي 5 سم، يبقى نص القطر كام؟ قال لي 2.5 سم. طيب هو محيط الدايره، لو انا عايز محيط الدايره بيساوي ايه يا وحش؟ القانون قال لك 2 باي نق. اقول له تمام. انا معايا يا باشمهندس النق ب 2.5، 2.5 في 2 دي تبقى 5، وهكتب جنبها باي، يبقى محيط الدايره بتاعي 5 باي. يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى ايه يا باشمهندس؟ هتبقى 1000. تمام. حلو كده. طبقنا يا شباب على الثلاث نتائج ولسه. بيقول في الشكل المقابل طول نص قطر الدايره، هو مديك ده مماس. هنا قلنا لازم نوصل لاخر الدايره ونسمي النقطه دي اي حرف، نون.
انت مديني ده مماس، فانا هقول لك ا ب تربيع، انا عايز نص قطر الدايره يساوي جزء في كل، يعني ا ج في ا ن. طيب انا معايا ا ج ده ب2، ا ن هنعتبر نفسنا ده مجهول فعلا. ا ب مكتوب عليها 4 جذر 2، لو ربعناها تبقى ب 32. فكده اقول لك ا ن تساوي ايه؟ تقول لي 32 على 2، اقول لك 16. ده كل ده ب 16. طب انا معايا ده ب2، يبقى الحته دي، قال لي يبقى الحته دي يا مستر اللي هي دي كده الباقي من ال 16، شيل الاثنين من ال 16 يبقى 14. ده كده ايه؟ القطر. طب هو عايز نق، تقول لي هقسمه على الاثنين، يبقى ده ب7 وده ب7، يبقى نق بتاعي بيساوي 7 ايه؟ 7 سم. اقول له هي يا باشمهندس. تمام؟ تمام. بيقول يا شباب في الشكل المقابل رسم لي الرسمه دي، بيقول لك انا عايز طول س. يقول لي طب ما هو ده مماس، فاحنا بنقول ايه؟ المماس تربيع بيساوي جزء في كل. طب ايه رايك انا هكتبها 4 في ا د، هعمل نفسي ما شفت س. هي ا ب ب6 تربيعها 36 تساوي 4 في ا د. لو انا يا شباب على طول قسمت ال 36 على دي هطلع 4 سم من غير ما اوجع دماغي. لو ده كله ب 9 سم وانا معايا دي ب4 طرحت انا بقى منها الاربعه من التسعه دي كلها، هيطلع لي دي بكام؟ ب 5 سم. يبقى الس بكام يا باشمهندس؟ ب 5 سم. بس كده مساله سهله وجميله. حلو. المساله اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول في الشكل المقابل دائرتان متحدتي المركز. حلو. ا د ده مماس للدائره الصغرى عند ه، وأ ب مماس للدائرة الكبرى عند ب. عند ايه؟ لا دي عند ه ودي عند ب، آسف. فإذا كان د ه بيساوي 3 سم وأ ج دي ب 2 سم، أنا عايز أ ب ده. طيب بص يا عم، هو أنا لو جيت من عند مركز الدائرة الصغيرة ورحت راسم كده نص قطر، نص القطر ده جاي من عند المركز وده مماس بالنسبه للدايره، يبقى ده عمودي عمودي على ده الجيم، يبقى بينصفه. تقول لي يبقى طيب انا معايا ده هي دي ب3، اقول له يبقى انا معايا كده هي ج دي برضه ب3. حلو الكلام يا شباب؟ تقول لي طب ده بالنسبه لي قال لي مماس في الدايره الكبيره، فانا هقول لك المماس تربيع يساوي بص جزء في كل، يعني ا ج في أ د. تقول لي طيب أنا معايا أ ج ب2 وأ د كله 2 زائد 3 زائد 3، يقول لي يبقى ب8، فيطلع الكلام ده ب16. ده كده أ ب تربيع. أقول لك ناخد الجذر، يبقى الأ ب بيساوي كام يا وحش؟ بيساوي 4 سم. يبقى أ ب بيساوي 4 سم، يبقى الاختيار بتاعي ألف. تمام؟ تمام. حلو. إيه المسألة اللي بعد كده يا باشمهندس؟ مدخل لك حالتين مع بعض. مدخل لك يا باشمهندس حالتين مع بعض. تقول لي ازاي؟ اقول لك استنى. بيقول في الشكل المقابل ج ه بيساوي ه د. حلو. ومديني ه واو ب8 وه ب ب2 وعايز ايه؟ بيقول لك فاذا كان ا ج بيساوي نص ج د. ا ج ده نص ج د، يعني ا ج ده كمان بيساوي الحته دي. ما هو ده كله دي س، لو سميته دي س، فلما اقول لك ا ج نص ج د تقول لي ده ج د ب 2 س، يبقى الحته دي س. حلو، حلوه بصراحه. طيب انا عايز ا ب يا وحش. قال لي انا عايز ا ب اللي هو ده. تيجي نشتغل جوه الدايره، دول متقاطعين جوه الدايره. تقول لي متقاطعين يبقى جزء في جزء بيساوي جزء في جزء، فانا هقول لك يبقى س في س جزء في جزء لحد هنا بس، وهنا جزء في جزء 8 في 2 بقول لك ب 16. دي هتبقى س تربيع بتساوي 16. هناخد الجذر يا باشمهندس، يبقى الس ب4. يبقى كده وحش انا جبت ايه؟ انا جبت دي ب4. حلو، ودي ب4. حلو، ودي ب4. حلو، لان كده ضربت 3 عصافير بحجر واحد. طب ده بالنسبه للدايره قال لي مماس، فلما اجي اقول لك ا ب تربيع تقول لي بص جزء في كل، اقول لك 4 في الكل ده بقى بكام؟ 4 و4 و4 يبقى 12، فهيطلع ب 48. عايز اجيب ا ب، هاخد الجذر بتاع دي هتطلع 4 جذر 3 سنتيمتر،
يبقى أ ب بيساوي 4 جذر 3. حلوة بأمانة، حلوة. حلو تمام. بص يا معلم، ايه المسألة اللي بعد كده؟ بيقول في الشكل المقابل ه ج ده مماس كاتب عليه س، بيقول ه ن ب5 سم، مش كاتبها على رسم، يلا نكتبها احنا هنا. الحتة دي ب5 وه ج بس، ماشي، والف د ب4. حلو. طيب عايز ايه يا عم؟ قال انا عايز س. طب استنى كده معايا، اقف لحد هنا. دول اتقطعوا جوه الدايره صح؟ يبقى جزء في جزء بيساوي جزء في جزء. فلو انا عايز ن د هقول له ايه؟ ن د في 3، ن د في 3 بتساوي، تقول لي ده في ده 4 في 9 ب 36. فاجي اقول لك يبقى ن د تساوي 36 على 3 ب 12 سم. يبقى انا كده طلعت لك دي ب 12 سم. تمام. نيجي بقى ده مماس للدايره، تقول لي المماس ه ج تربيع بيساوي جزء في كل، تقول لي يعني ه ن في ه واو لحد ما توصل لاخر الدايره. ه ج س، تقول لي يبقى ده س تربيع. طب اله ن طلع قدام اداني ب5، ه واو بقى 5 زائد 12 17 زائد 3 20، فدي هتطلع 100. ناخد الجذر بتاعها يبقى س ب 10 سم. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى ج. حلوه برضه. تمام. اوعى تشتمها. حلو. ايه المساله اللي بعد كده؟ بيقول لك في الشكل المقابل ا ب ده مماس. حلو. ا ج ده ب4. تمام. ه د ب1. تمام. ه ب ب6. تمام. ه واو ب3. تمام. عايز ايه؟ قال لي عايز ا ب. طيب بص يا معلم جوه الدايره كده، ادي الدايره اهي. دول ركز معايا كده، دول اتقطعوا جوه الدايره صح؟ يبقى جزء في جزء، جزء في جزء. يبقى ج ه يا وحش، ج ه في ج ه في الجزء ده ب3 بيساوي ه د في ه ب، تقول يبقى 1 في 6. اقول لك تمام كده، هعرف اجيب لك ج ه 1 في 6 ب6 على 3 تبقى 2 سم. يبقى الحته دي ب 2 سم. طب ده بالنسبه للدايره، اقول لك مماس، اقول لك يبقى ا ب تربيع. بص ا ب تربيع جزء في كل، تقول لي يبقى ا ج في ا واو. اقول لك تمام. طب ا ب تربيع عايزها، تقول لي طب ا ج ب4 في ا واو بقى تبقى 4 زائد 2 زائد 3، 4 و2 6 و3 9. نحسب دي ب 36، ناخد الجذر يبقى الالف ب بتساوي 6 سم. يبقى الاجابه بتاعتها هتبقى 6 سم يا معلم. ماشي يا باشمهندس؟ تمام. حلو. المسألة اللي بعد كده بيقول في الشكل المقابل أ ب مماس للدايرة كاتب عليه س، دول اتقطعوا جوه الدايرة متشكرين. بيقول أ ج بتساوي إيه؟ ن د. طب تيجي نسمي أنا وأنت دي س ودي س. تمام. حلو الكلام. ومدي لك ن واو ب10، ن واو ب10. مديني ن ج دي الحتة دي من هنا لحد هنا ب8. طب ما هو الاثنين دول اتقطعوا جوه الدايره. يبقى انا اقدر اقول لك س في 8، استنى، س في 8 بتساوي 3.2 في 10. يبقى انا استغليت الدايره اهي. يبقى انا استغليت جزء في جزء، جزء في جزء. حلو. تقول لي طيب انا هحسب دي هتطلع ب 32، هقسمها على دي يبقى س تطلع ب 4 سم. اللي هي مين بقى؟ اللي هي النون. تعالى كده يابا نفضي الشكل ده ونتعامل تاني. بص بقى يا وحش معايا كده. حلو. انت اديتني ن ج ب 8 سم، وانا جبت لك السين دي اللي هي دي، ودي اللي هي نسميها صاد بقى، بلاش سين عشان احنا معانا سين هنا. يبقى دي هنسميها صاد ودي هنسميها يا شباب صاد، مش هتفرق. طيب جبنا دي ب4 وجبنا دي ب4. هو كاتب ايه؟ كاتب على المماس ده س. تقول لي طب المماس المفروض المماس تربيع، يبقى جزء أ ج في كل لحد ما اوصل لاخر الدايره يبقى أ د. طب أ ب بكام يا مستر؟ أ ب بس، تقول لي يبقى س تربيع. طب أ ج ب4، أ د 4 و8 و4 يبقى 16، فهتطلع 64. هاخد الجذر يبقى س ب 8 سم. يبقى س ب 8 سم يا باشمهندس، تقول لي يبقى اختار دي. تمام؟ تمام. ايه السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس؟
بيقول ايه في الشكل المقابل اذا كان الف وب وج ودال، الف وب وج ودال تقع على دايره واحده فان ج ه بتساوي كام؟ طب يا باشمهندس ما هم لو بيقعوا على دايره واحده يبقى بالمنظر ده طالعين يتقطعوا جوه الدايره، يبقى جزء في جزء بيساوي جزء في جزء. يعني انا اقول لك 8 في ه ج تساوي 4 في 6، فساعتها يبقى ه ج تساوي 4 في 6 ب 24 هقسمها على 8 تطلع 3 سم. يبقى كده ساعتها اله ج هتبقى 3 سم. صح يا باشمهندس؟ صح. ايه السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس؟ بيقول في الشكل المقابل اذا كان ا ب تقاطع د ج يساوي نقطة ه، وكانت ا وب وج ود ا وب وج ودال مالهم يا عم؟ قال لي تقع على دايره واحده. لو دول بيقعوا على دايره واحده كده 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 اهو. حلو. حيث الف ه بخمسه، الف ه بخمسه وه واو بثلاثه. حلو. وه ج باربعه، ه ج دي باربعه. حلو. وده الواو باربعه. ماشي كل ده عسل. عايز ايه يا عم؟ قال انا عايز سين. السين دي اللي هي المفروض، السين دي اللي هي المفروض هنا يا شباب، اللي هي المفروض على ب واو. حلو. طيب بص يا عم وركز معايا. من فيثاغورس ده مثلث قائم ازاي هنا؟ ده باربعه وده بثلاثه يبقى دي ب5 سم. لو دول اتقطعوا جوه دايره يبقى المفروض ده في ده يساوي ده في ده. تقول لي يبقى المفروض ب ه في ب ه في ه الف يعني في 5 بتساوي 5 في 4، 5 في 4. لو انا طيرت الخمستين دول يبقى انا طلعت لك البي ه ب 4 سم. البي ه دي ب 4 سم اهي. حلو. وانا معايا اللي هي واو بثلاثه يبقى الحته دي بكام؟ بواحد. يعني المفروض س ان هي ب واو ب1 سم. حلو. يبقى ب1 سم اهي يا باشمهندس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول من الاشكال الاتيه الشكل الذي تقع فيه الف وب وج ود على دايره واحده. هو بيختبرك كده يا باشمهندس، بيشوفك عرفت النتائج اللي فاتت. لو انت دلوقتي دول المفروض لو بيقعوا على دايره واحده المفروض ده في ده يساوي ده في ده. 3 في 4 ب 12، 5 في 2 ب 10. هل ده يساوي ده؟ تقول لا، يبقى دي غلط. طب انا لو عملت الف وب وج ودال دول كده 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 على دايره واحده اهو، يبقى المفروض جزء في كل 3 في 6 ب 18، وهنا يبقى جزء في كل 2 في 9 ب 18. هي دي اللي صح، مش هكمل. تقول لي طب تيجي نشوف دي 6 في 7. لو انا عملت دول كده على دايره واحده اهو يا معلم، جزء في جزء يساوي جزء في جزء. 5 في 48، 6 في 7 ب 42. لا غلط. حلو. لو انت عملت الف وب وج ودال دول على دايره واحده كده 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 يعني المفروض يعني زي المفروض جزء في كل يساوي جزء في كل. لا مش هيطلع. 4 في 12 ب 48 ودي 3 في 9 في 36. لا غلط، يبقى دي مش هتنفع. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، لا سؤال حلو. بيقول لك في الشكل المقابل راسم لك نص دايره. حلو. مركزها ميم. مركزها ايه؟ ميم. فان س اللي مكتوب على دي بكام؟ طب تيجي انت نكمل الدايره كده ونوصل الخط ده لاخر الدايره. طيب بص يا عم، ده كده ركز معايا، ده كده اهو الخط ده والخط ده اتقطعوا هنا صح؟ يبقى جزء في جزء وجزء في جزء. طب الحته دي طولها قد ايه يا مستر؟ قال الحته دي من هنا لهنا نص قطر، ودي نص قطر، يعني المفروض ده يساوي ده. طب الحته من هنا، بص يا عم معايا، الحته من هنا لحد هنا طولها قد ايه؟ قال لي دي ب 2 ودي ب س، يبقى 2 زائد س، يبقى الحته دي طولها 2 زائد س. لما تيجي تاخد بقى النتيجه بناخد ايه؟ جزء في كل، يعني 2 في الحته دي كلها. تقول لي يبقى س زائد 2 زائد س، تقول لي س وس 2 س بس زائد 2. حلو. بتساوي جزء في جزء. 4 6 24. هقسم ال 24 على 2 اطلع 2 س زائد 2 تساوي 24 على 2 ب 12 صح؟ اطلع دي بره. تقول لي يبقى 2 س تساوي 12 ناقص 2 10. هقسم على 2 فهتطلع الس ب5.
س ب5 يبقى الاختيار بتاعي يبقى أ. حلو، دي كده يا باشمهندس كانت آخر مسألة معانا في تطبيقات تشابه المثلث. يا رب أكون أفدتكم. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.